بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني 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 خالص. ربنا يديمكم في حياتي يا رب ويخليكم ليا. النهارده طبعا ورانا كذا حاجة. طبعا هنبتدي بلم الغسيل معاكم، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. طبعا محدش يقول صوت الدوشة وكده، لان طبعا انا زي ما انتوا عارفين ان انا على الشارع يعني. اوطي بس ده شوية كده، وطيت شويه بس عشان تقدر تشوفوني. لمينا الغسيل. يلا نروح نشوف ايه في المطبخ ونعمله سوا. محدش يروح كده على كده. حبايبي طبعا جينا للمطبخ زي ما انتم شايفين كده. لازم اغسل المواعين، انضف الحوض يعني، وبعد كده ايه علشان املى الكولمن. يعني الكولمن دوت يوميا لازم. انا ليا طريقه في الماليه بتاعتي يعني، ما بخليش حد من البيت يملاه يعني. عايزه دعوه حلوه كده منكم ليا ولولادي، ربنا يكرمنا يا رب. النهارده منا كانت في الكليه، كان عندها مجابله، معرفش الحاجات الجديده اللي مطلعينها ديت، مجابلات وتحليل وعرض بطنه، حاجات كده ما شفناهاش من زمان يعني. بيحللوا كمان مخدرات يعني، مش عارفه يحللوا البنات، مش عارفه ايه ده الوقت. اي ورقه اي مصلحه لازم التحليل ده، لازم التحليل ده ماشي في اي حاجه تعمليها، حتى في تقديم الكليه. الحمد لله ربنا كرمها. طبعا انا ما شفتهاش لسه، جت يعني نامت يعني، شفتها خط كده ما حكتليش لسه، بس كلمتها في التليفون قالت لي
كان قاعد على تحليل البول يا عيني، يا ريتني شاربه لحد دلوقتي ازازتين ميه لما بقيت عامله زي الجرده. ربنا يصلح حالها يا رب، هي اللي زيها يا رب. اغسل الحوض بعد ما اخلص المواعين بالسلكه. لازم اللمسات ديت في ايه، في كل حاجه يعني. الواحد بيبقى الترتيب والنظام ده مطلوب. علشان اجيب احط ميه يعني في الكلمه. نشف ايدي. طبعا الحاجات المواعين ديت هشيلها اكيد، بس لما تتصفى يعني المواعين اللي انتوا شايفينها دي هشيلها. مواعين في المطبخيه طبعا بشيلها، انا ما بخليش حاجه مكانها، طبعا بخلي الدنيا رايقه ونضيفه كده، بس انا بستناها لما تتصفى عشان الميه ما تعملش ريحه، يعني لازم تبقى ناشفه. فانا كده دلوقتي هروح افضي الكولمن الكبير واجيب الجزاز اللي فيها احطها في الفريزر واخد غيرها. طبعا انا بجيبها في الطبق لان الكولمن لما كبير، انا اللي انتوا شفتوني جبته دوت بياخد ميه كتيره وبيقعد معايا لتاني يوم ما شاء الله، يعني محدش يروح كده ولا كده. بصوا رحت جبت الميه اللي هي كانت الجزاز طبعا ديت انا مش بفضيها، بنحطها زي ما هي بالميه بتاعتها يعني مش بفضيها. تمام كده. هفتح هنا يعني ايه بقى، هحاول انا اوسع مكان هنا علشان اجيب الجديد احط مكانه، اجيب الجديد واحط ايه مكانه. الازازه الكبيره دي عارفين مطلعين الميه، مطلع الميه ساقعه، بس ما ينفعش ان انا احط عليها ميه تسخن. الازاز يعني بصوا ما بقاش فيها تلج، ميه بس ساقعه. بضطر انا احط في الباب علشان خاطر المكان. طبعا حد هيسالني يقول لي انت ما عندكيش غير الميه بس، اقول الحمد لله عندي فضل ربنا، الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. دي خلاص مش محتاجينها.
ولا ناخدها. اهو بصوا، احسن تقولوا ان انا بكذب. الحمد لله، اللهم لك الحمد يا رب، في ميه ساقعه الحمد لله. اللهم لك الحمد. ده عيش، دي جزايز برضو، دي مش عارفه واحده ايس كريم بتاعت منى باين جابتها وهي جايه. جابتها وهي جايه من الكليه عشان سالتني يا ماما اجيب لك حاجه، قلت لها لا يا حبيبتي مش عايزه حاجه، ربنا يصلح حالها يا رب. طبعا الكولمن ده بملى بيه علشان خاطر التاني كبير مش هينفع ان انا اشيله، معرفش اشيله، فبملى بده، بملى ميه بده وافضي في التاني. هنملاه ونطلع بره مع بعض ونشوف وانا بفضي. الميه ريحتها كلور، الميه اللي نازله من الحنفيه دي ريحتها كلور جيلي، بس كده علشان اعرف اشيله علشان ظهري. تعالوا معايا بره بقى كده نحط الميه الجزايز ونحط الميه ديت. حبايبي انا جبت لكم اهو كولمن اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. حلاوه الكولمن ده بقى ايه؟ جواه فلتر، هو جواه فلتر بقره كده فيها لفه بيضه كده زي الفلتر. في حد بقى معين احط لحد يعني الميه عشان ما يزيدش فيها وتتكب، عشان اغطي يتكب. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الكولمن ده بيشيله على طول مع طبعا الجزاز. نغطي هذا كده، والكوبايه كمان شكله كوبايه نسكافيه، بس انا شارياها كده، شارياها كده. حبايبي يا ريت يكون فيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، ينول اعجابكم. عايزه تفتكروني طبعا بالدعوه الحلوه انا وولادي، وتشاهدوا لي الفيديو للاخر بالاعلانات بتاعته فضلا وليس امرا. واللي جه لحد هنا وما اشتركليش في القناه يشترك لي فيها ويفعل لي الجرس علشان يوصل لكم مني كل جديد طبعا. ودايما كده تكونوا معايا ومسانديني للي قدام وتشجعوني ان انا اعمل حاجات كويسه ومش حاجات حلوه يعني. عفوا. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد وروتين جديد، واقول لكم مع السلامه.